السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاوية اللي منوريني دايما. فيديو جديد على اليوتيوب. بتمنى من كل اخواتي لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل مكان. وضحك معايا، ضحك جديد يا جدعان. انا ما شفتوش، والله ما شفت الضحك ده. ما شفتش اعلام قناة نادي بيتكلم بالاسلوب ده وبيضحك بالاسلوب ده، ورئيس ناديهم كمان. حاجة في منتهى الضحك اقسم بالله. تعالوا شوفوا معايا، لايك وشير للفيديو عشان تضحك وتضحك كل الاهلاوية. لازم نضحك، جه الوقت ان احنا نضحك عليهم بقى. بيقول لك ايه؟ خالد الغندور على قناة نادي الزمالك بيقول لك قرار تاريخي من رئيس نادي الزمالك هيغير مجرى الزمالك، هيرجعه للبطولات، هيرجع هيبة الزمالك وهيرجع هيبة جمهور نادي الزمالك. ايه هو القرار ده يا ترى؟ اهو القرار يا سيدي، القرار التاريخي. رئيس نادي الزمالك يمنع بيع البليلة داخل نادي الزمالك. مش بترول، مش بهزر، مش بحور، مش بروش، اقسم بالله الكلام ده بجد. لو مش مصدقني الفيديو اهو على قناة نادي الزمالك، اسمع معايا بس وركز. القصة بدايتها ازاي؟ بقول لحضرتك فيها رئيس الزمالك يمنع البليلة داخل النادي، بيع البليلة داخل النادي بنفس البونت وبنفس وعدد الكلمات. يعني عدد سبع كلمات بالظبط. هم رئيس الزمالك يمنع بيع البليلة داخل النادي. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين القرار التاريخي؟ يعني ساب الديون وخسرت الدوري وحصلت الدوري وحصلت افريقيا وكسب بروكسي بالاحتواء، واللعيبه الصفقات البايظه، الفرز اول يا محمود يا خطيب، الصفقات البايظه، وكله بالحاجه هيمشي. واسمه ايه ده، ناصر منسي هو اللي ممكن يقعد، والجزيري عايز يمشي، والجزيري اصلا مش جاي مع اوسيرو، هيمشي برضه. اسمعوا مني، في ناس كتير انا ماليش دعوه بالقصه دي. انا بتكلم. أنا طبعا هتقول لي انت مالك يا عم، انت اهلاوي، مالك ومال صفقات الزمالك تفشل ولا تنجح؟ لا، علشان انت رئيس نادي الزمالك، رئيس ناديك هو اللي قارن، هو اللي في اول الموسم قال لك انا جايب صفقات فرز اول وهحافظ على الدوري، والخطيب ما بيجيبش، والخطيب ما بيعملش، والنادي الاهلي ما بيصرفش، واحنا اللي موجودين واحنا اللي مسيطرين، فانا لازم ارد عليك لما اسيطر، مش هرد عليك في البداية. لا، ده وقت الرد باذن الله، الدوري في جيبي باذن الله. مش معنى كده ان اللعيبه هتستهتر، لا، مستر كولر مركز كل التركيز على الدوري، وفي صفقات كتير جايه للنادي الاهلي، بس ناخد نقطه نقطه بس. الدوري في جيبي باذن الله، فبرد عليك. فين صفقاتك؟ نصها هيمشي، كلها ابراهيم رضاي هيمشي، سامسون هيمشي، بالحاج هيمشي، الجزيري هيمشي، كل دول هيمشوا مجانا. الفلوس بقى فين ومنين وبتيجي ازاي، والصفقات والدنيا محدش يعرف، ومحدش بيتكلم، ومحدش بيحاسب. فساب كل ده ومنع بيع البليلة داخل نادي الزمالك. للتاريخ، قرار تاريخي، قرار تاريخي يا جدعان. نكمل الضحك. ما هو الضحك مش هيقف على كده، ما هو لازم كابتن طارق يحيى عارف ان الاهلاويه بيتابعوه، وعارف ان الاهلاويه بيحبوا يضحكوا، فبيضحكنا بقى بالتاتش بتاعه. بيقول لك ايه فيها؟ ايه لما نخسر كل حاجه السنه دي؟ ما السنه اللي فاتت اخدنا كل حاجه. الجمله هما جملتين، في جملة صح جدا وجملة أنا مش فاهمها. الجملة الصح فيها إيه لما نخسر كل حاجة السنة دي؟ صح. هو مين قالك إن جماهير الزمالك زعلانة؟ يا اسطى، ما انتوا متعودين على كده. يعني انتوا الدوري بالنسبة لكم إنجاز، خدتوه باحتواء مش باحتواء، مش هتكلم في النقطة دي، ده إنجاز بجد. بجد الزمالك، جماهير الزمالك بجد إنجاز لما بياخدوا الدوري، وعلى لسانهم على فكرة، وبيقولوا الدوري أصعب من أفريقيا، فده إنجاز. ففعلا ان انت ما تاخدش، لما الدوري يبقى انجاز بالنسبه لك، يبقى لما تخسره مفيش اي مشكله، لما تخسر كاس مصر مفيش اي مشكله، لما تخسر كاس الرابطه مفيش مشكله، لما تخسر حصاله في افريقيا مفيش مشكله. بس فده صح فيها. الحاجه العجيبه بقى، بيقول لك ما السنه اللي فاتت اخدنا كل حاجه. امتى؟ كل حاجه ايه؟ هو الزمن وقف عندك، ولا احنا اللي دخلنا في فجوه زمنيه، ولا انا كان مغمى عليا يا جدعان سنه ولسه فايق؟ حد يفهمني.
كلام يعني في فجوه زمنيه احنا دخلنا في فجوه زمنيه، يا حضرتك دخلت في فجوه زمنيه ومش هتطلع منها. عشان انتوا السنه اللي فاتت واخدين دوري بالاحتواء، سيبك من بالاحتواء دي يعني، واخدين دوري حلال، واخدين انتوا خدتوا الكاس، انتوا كسبتوا بيراميدز. طب انتوا خدتوا السوبر وكهربا كان لسه في الزمالك وهو اللي حط الجون صح. انا مش فاهم. في فجوه زمنيه غريبه. بيتابع وبيقول لك وغيرنا ما كسبش بطوله، احنا ما كسبناش بيراميدز 3-0 عشان كهربا كان موجود، ما كسبناش الزمالك رزعناه هو كمان عشان كهربا كان موجود. ما هو البطوله اللي فيها كهربا قانون الزمالك، البطوله اللي فيها كهربا ما بتتحسبش، والهدف اللي بيجيبه كهربا ما بيتحسبش. يعني منتخب مصر كسب 2-0 مش 3 جنوب السودان عشان جون كهربا ما بيتحسبش يا اسطى، عشان كهربا موقوف. هدف الكهربا اللي رزعه في السوبر في الزمالك ما يتحسبش عشان كهربا موقوف. كهربا هداف دوري ابطال افريقيا، لا مش كهربا موقوف. ضحك اقسم بالله. رئيس نادي الزمالك بقى بيقول لك ايه؟ صفرنا اعضاء النادي مطروح مش عارفين نرجعهم عشان مفيش فلوس. يعني يا اسطى انتوا اللعيبه بتحلق ببلاش ومديونه للحلاق، مديونين للكهرباء، مديونين للغاز، مديونين للميه، كمان مديونين حتى في المصيف. يعني هو انتوا حتى بتصيفوا على قفا النادي؟ هو في ايه يا جدعان؟ يعني انا المنظومه دي رايحه فين؟ بدايتها فين ونهايتها فين؟ يعني انا مش فاهم بجد. المنظومه دي، المنشاه المصريه دي، ايا كان المسمى بتاعها، اهلي زمالك، الاهلي احنا عارفين، والدنيا جت فتشت ودورت وقالوا ساعات ومش ساعات وما لقوش حاجه وما ثبتوش حاجه. المنظومه دي بقى القلعه البيضاء اللي بيصيفوا ويحلقوا فيها بس ببلاش ومديونين للحلاق والمصيف، مين بيديرها؟ مين بيديرها؟ طب انت معاك مفيش فلوس للناس دي ترجع من مطروح، امال الصفقات الجديده اللي انت بتحضرها وبتقول افتح لنا القيد، الفلوس هجت منين؟ فمعروفه مفيش حد بيحاسب. هتقول لي انت الفيديو كله، الحلقه كلها بتتكلم عن الزمالك. انا مش بتكلم عن الزمالك، انا بحط الزمالك وبرد على المقارنه اللي رئيس نادي الزمالك قالها في اول السنه، لما قال لك انا جايب صفقات فرز اول والخطيب بخيل وما بيصرفش وما بيعملش، وهاخد الدوري لثالث سنه على التوالي، وهاخد افريقيا. وكابتن شيكابالا كلم ميدو قال له انا حلمت النهارده يا كابتن ميدو ان خلاص بقى ان الاوان، لو انا ما جبتهاش غيري مش هيجيبها. هي ايه دي الجلطه لجماهير الزمالك، بعد الشر علينا وعليهم يعني. فضحك يا جدعان، ده وقت الرد. انا برد في اخر الدوري وهو باذن الله في جيبي، مش برد في اول الدوري. بسيبك انت تجعجع براحتك وانا واخد الدوري صح. بس كده، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. سلام.